أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة ومميزة من TOD أكاديمي. يا ترى لو سألتك عن الكلب اللي بيجمع بين الذكاء والقوة والوفاء، إيه أول سلالة هتيجي ببالك؟ فكر كده معايا. بالظبط، حلقتنا النهاردة عن واحد من أشهر وأروع سلالات الكلاب في العالم، كلب الجيرمان شيبرد. لو مهتم تعرف كل حاجة عن الكلب ده، تاريخه العريق، صفاته الفريدة، وإزاي تقدر تعتني بيه، يبقى لازم تكمل الحلقة دي للآخر. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في قناتنا TOD أكاديمي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أهلا وسهلا بكم متابعينا مرة تانية. النهاردة حلقتنا هتكون مختلفة، وموضوعنا النهاردة هيكون عن جوكر الكلاب، الجيرمان شيبرد أو الراعي الألماني. حكاية الجيرمان شيبرد بتبدأ في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر. الكابتن ماكس فون كان بيحلم بسلالة كلاب مثالية لقطعان الأغنام، سلالة بتجمع بين الذكاء والقوة والطاعة. وبعد سنوات من البحث والتهجين الدقيق قدر يوصل لكلب هيكتور، اللي بنعتبره الأب الروحي لسلالة الجيرمان شيبرد واللي بنشوفها النهاردة. في البداية كان استخدامها الأساسي في رعي الأغنام، لكن مع مرور الوقت العالم اكتشف القدرات الخارقة للسلالة دي. ذكائها الفائق، قدرتها على التعلم السريع، خلتها الخيار الأول في مجالات كتير زي كلاب الشرطة، كلاب إنقاذ، الكشف عن المتفجرات والمخدرات، وحتى ككلاب إرشاد للمكفوفين. تخيلوا مدى تنوع المهام اللي الكلب ده قدر يوصل لها. سؤال هنا، هو إيه اللي بيميز الجيرمان شيبرد عن غيره من الكلاب؟ تعالوا نتعرف على أهم صفاته. أولاً، الذكاء الخارق. الجيرمان شيبرد بيصنف ضمن أذكى سلالات الكلاب، ده بيخليه سهل جداً في التدريب وبيستوعب الأوامر الجديدة بسرعة رهيبة، لكن الذكاء ده بيحتاج تحدي ذهني مستمر عشان ما يزهقش أو يتصرف بطريقة غير مرغوبة. ثانياً، الوفاء والإخلاص. الكلب ده معروف بولائه الشديد لأصحابه، وبيعتبر نفسه أحد أفراد الأسرة، وبيحميهم بكل ما أوتي من قوة. عشان كده هو رفيق ممتاز للعائلة، خاصة لو تم تدريبه وتنشئته اجتماعياً بشكل صحيح من صغره. ثالثاً، القوة والنشاط البدني. الجيرمان شيبرد كلب قوي جداً ونشيط، وبيمتلك طاقة كبيرة. بيحتاج مجهود بدني يومي كبير، سواء عن طريق الجري أو المشي لمسافات طويلة أو اللعب. عدم توفير المجهود ده ممكن يؤدي لمشاكل سلوكية. رابعاً، الشجاعة والحماية. كلاب الجيرمان شيبرد معروفة بشجاعتها وقدرتها على حماية بيئتها وأصحابها. غريزة الحماية عندهم قوية جداً، وده اللي بيخليهم حراس ممتازين. خامساً، المظهر الأنيق. مين فينا ما بيعجبوش شكل الجيرمان شيبرد؟ جسمه متناسق وقوي، وودان منتصبة، وعيونه اليقظة بتدي انطباع بالذكاء والتركيز. فروه بيكون كثيف وممكن يكون قصير أو طويل بألوان مختلفة، وأشهر الألوان دي الأسود مع البني والأسود الكامل. وعشان يكون عندك كلب جيرمان شيبرد سعيد وصحي لازم تهتم بيه، ودي أهم نصايح. التدريب والاجتماعية المبكرة. ابدأ تدريب كلبك وتنشئته اجتماعيا من صغره، وتحديدا من 6 أسابيع، وسيبك بقى من اللي بيقولوا 6 شهور لأنه كلام خطأ ومش صحيح. وابدأ بكورس الطاعة الأساسية، وعرفه على ناس جديدة وأماكن مختلفة وكلاب تانية، ده بيخليه متوازن ومطيع ومؤدب لما بيكبر. النظام الغذائي الصحي. وفر لكلبك طعام عالي الجودة ومناسب لسلالته وعمره ومستوى نشاطه. استشير متخصص لتحديد الكميات كمان المناسبة لوجباته. النشاط البدني اليومي.
زي ما قلنا قبل كده، الكلب ده محتاج حركة كتير. خصص له وقت يومي للجري واللعب أو المشي لمسافات طويلة، وممكن تمارس معاه كمان رياضات الكلاب عشان تنمي قدراته البدنية والذهنية. الرعاية الصحية: زيارة الطبيب البيطري بشكل منتظم والمواظبة على التطعيمات اللازمة أمر ضروري على صحته. الاهتمام بالمعطف: كمان فرو الجيرمان شيبرد بيحتاج تمشيط منتظم من 2 ل3 مرات أسبوعيا عشان تتخلص من الشعر الميت وتحافظ على لمعانه وصحته، خصوصا في فترات تغيير الفرو. الاهتمام بالصحة النفسية: الكلب ده بيحتاج اهتمام ومشاركة من أصحابه. لو سبته لوحده لفترات طويلة أو أهملت تدريبه ونشاطه، ممكن يصاب بالملل والقلق، وده بيظهر في سلوكيات زي التخريب أو النباح المستمر. طيب لو بتفكر تقتني كلب جيرمان شيبرد، هل الجيرمان شيبرد مناسب ليك؟ لو بتفكر تقتني كلب الجيرمان شيبرد، اسأل نفسك الكام سؤال دول: هل عندك الوقت الكافي للتدريب واللعب والنشاط اليومي؟ هل تقدر توفر له بيئة مناسبة ومساحة كافية للحركة؟ هل مستعد للالتزام بالرعاية الصحية والغذائية على مدى طويل؟ الجيرمان شيبرد كلب رائع ومميز، لكنه بيحتاج صاحب ملتزم ومسؤول ويقدر يوفر له كل احتياجاته عشان يظهر في أفضل شكل ليه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا المميزة عن كلب الجيرمان شيبرد. نتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم من المعلومات القيمة اللي قدمناها لكم. الجيرمان شيبرد مش مجرد كلب، ده رفيق وفي وحارس أمين وصديق ذكي بيضيف بهجة وحماية لحياة أصحابه. ما تنسوش لو عجبكم الحلقة تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع كل أصحابكم اللي بيحبوا الكلاب، وتشتركوا في قناتنا TUD أكاديمي وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكمش أي حلقة جديدة. قولوا لنا في تعليقاتكم هل عندكم جيرمان شيبرد، وإيه أكتر حاجة بتحبوها فيه. ولمشاهدة حلقاتنا بشكل منتظم تابعونا كل يوم جمعة الساعة 5 مساء. نشوفكم على خير الحلقة اللي جاية. سلام. لو عايزين تشاهدوا الحلقة كاملة تابعونا على قناتنا على يوتيوب يوم الجمعة الساعة 5 مساء. نشوفكم على خير. سلام.